السلام عليكم، انا ناس خالد. لحد النهارده عنوان افضل 10 مخرجين تاريخ السينما المصريه. وده طبعا مش محتاج اقول ان القائمه دي من رايي انا الشخصي. الناس دي الافلام بتاعتهم انا فعلا بعشق الافلام دي. ترتيب قايم على حاجات كتير، قايم على الافلام دي انا بحبها قد ايه، يا الافلام دي كقيمه فنيه برضو قد ايه، الافلام دي عددها قد ايه، لان في مخرجين عملت افلام كتيره جدا بس فيلمين توب ثلاثه، فاهم الفكره؟ فصعب ان انا ادخل مخرج وسط ناس حرفيا عتاوله بفيلم واحد او فيلمين، فاهم الفكره؟ طبعا جملة كل فيديو: الاختلاف في الرأي لا يفسد للود قضية. ممكن نختلف في ترتيب المخرجين، ممكن نختلف ان في مخرجين موجودين لا تستحق، ممكن نختلف ان في مخرجين تستحقوا ومش موجودة، ده شيء طبيعي، كل واحد فينا وليه رأيه، بس مش اكتر. نروح للمركز العاشر. المخرج رامي امام، من افضل المخرجين اللي شفتهم صراحه، واللي عمل اعمال الظلام وغبي منه فيه وبوحه كلاشينكوف وحسن ومرقص وعايز اتجوز، فرقه ناجي عطا الله والعراف وصاحب السعاده وشركاء وعوالم خلفيه واخر اعماله وفضل ونعمه. مخرج بمعنى الكلمه، اعماله مش مجرد اعماله خلاص، يعني حرفيا مش هتلاقي فعلا في القائمه دي مخرجين يعملوا افلام سيئه غير فيلم ولا فيلمين بتقلش. رامي امام بالنسبه لي من ضمن المخرجين اللي مش بتقلش معاهم، بسم الله ما شاء الله، راجل ماشي بريتم كويس جدا. افلامه بين عظيمه ومن الافضل في التاريخ بالنسبه لي، او من الافضل في الالفيه الجديده، وبين حلوه جدا وبين جيده، مفيش حاجه سيئه في المخرج دوت. طبيعي كان يبقى موجود معانا في القائمه دي. ونروح للمركز التاسع. الرائع وافضل مخرج اكشن شفته في السينما المصريه، طارق العريان. وابرز اعماله كان ولاد رزق الجزء الاول والجزء الثاني، وفيلم الامبراطور بتاع احمد زكي، فيلم تيتو، وفيلم الخليه، وفيلم اسوار القمر. حرفيا من افضل مخرجين الاكشن اللي ممكن تشوفهم. الراجل في 2002 منزل فيلم تيتو، اكشن مش موجود في السينما المصريه. في 2002 كان مفيش فيلم اكشن اصلا، صباح الفل، فاهمني؟ واخر اعماله ولاد رزق الجزء الثاني في 2019، اكشن مش موجود في السينما المصريه حاليا برضه. في مشهد عربيات في الفيلم دوت حرفيا فاست اند فيرست، اللي هو فاهم اللي يتقارن بليفل اعمال عالميه. فشابوه طارق العريان. ونروح للمركز الثامن. المخرج العالمي نادر جلال، واللي اخرج اعمال كتير لعادل امام، ومن ضمنهم سلام يا صاحبي والارهابي وبخيت وعديله ورساله الى الوالي ولاد محروس بتاع الوزير وبطل من ورق. حقيقي فعلا مخرج عظيم، الاعمال اللي عملها كلها بالنسبه لي ممتعه، وكلها بالنسبه لي من افضل الاعمال في تاريخ عادل امام. المخرج الاندر ريتد جدا والمختلف، معنى كلمة كادرات، معنى كلمة عظمة تصويرية، معنى كلمة عظمة إخراجية، محمد خان. من أبرز أعمال محمد خان فيلم الحريف، الفيلم العالمي خرج ولم يعد، وأيام السادات، وفتاة المصنع، زوجة راجل مهم. حقيقي فعلا أفلام كلها استمتعت بيها، أفلام كلها توب فعلا. مخرج عظيم بمعنى الكلمة. ونروح للمركز السادس. الأندر ريتد والمختلف والمبدع في النقطة بتاعته، وهو ماسك نوعية أفلام وحرفيا مفيش حد في مصر بيعمل بالطريقة دي، بيعمل النوعية دي بالعظمة دي، وهو المخرج محمد أمين، اللي عمل أعمال زي فيلم ثقافي من أفضل الأفلام في الألفية الجديدة إن لم يكن أفضلهم، وفبراير الأسود، وبنتين من مصر، وليلة سقوط بغداد. الراجل ما بيعملش أعمال كتير بس أعماله كلها حلوة، وحاجة تزعل فعلا إن الراجل ده بقاله سنين كتيرة ما نزلش أعمال، بس مع ذلك يمكن هو المخرج الوحيد او من القليلين موجود معايا في القائمه اللي ما عملش اعمال كتير ويستاهل يكون موجود في القائمه. راجل اعماله قليله بس كلها جميله جدا، كلها فعلا مؤثره، كلها فعلا عرفت توصل لك الرساله عايزه تقولها، اقتنعت بيها واقتنعت بالفكره واقتنعت بطريقه السرد واقتنعت بطريقه الطرح واتاثرت بالفيلم. حقيقي فعلا افلامه كلها مؤثره وافلامه كلها تقيله، فكان لازم موجود معانا في القائمه دي. ونروح للمركز الخامس. المركز الخامس، التوب فايف. خامس افضل مخرج بالنسبه لي العالمي والمختلف عمرو سلامه. عمرو سلامه بدون مبالغه هو حبايه الكريس اللي على التورته، حرفيا هو حاله كده مختلفه. شفت محمد امين وهو ماسك تراك معين او ماسك نوعيه معينه ومكمل فيها، عمرو سلامه نفس الفكره، واخد نوعيه افلام كده وماشي فيها، بسم الله ما شاء الله. حقيقي فعلا حاجه عظمه على عظمه. وابرز اعماله شيخ شاكسون ولا مؤاخذه وبره المنهج وبيمبو، ورائعه ما وراء الطبيعه اللي بالنسبه لي افضل مسلسل نزل على المنصات، ورائعه طايع اللي بالنسبه لي افضل مسلسل نزل في رمضان في اخر 6-7 سنين، ورائعه اسباق اللي بالنسبه لي يعتبر اجمل اداء لهند صبري في تاريخها، والفيلم الجميل زي النهارده. افلامه كلها ممتعه. الراجل نزل فيلم واثنين وثلاثه واربعه وخمسه وسته، الستة جمال، الستة ممتعين، الستة فعلا حاجة مختلفة. حتى في المسلسلات لما بدأ يعمل مسلسلات حاجة مش طبيعية، حاجة مش طبيعية فعلا والله. يعني الراجل ده كان مسلسلات لما ينزل مسلسل هيضيع، ايه ده، ايه الجمال ده. اجمل مسلسل في رمضان كان 2018 على ما اعتقد،
من اجمل المسلسلات اللي نزلت في تاريخ مصر كمسلسل رمضاني. 30 حلقه عرف ينجح 30 حلقه ريتم 10/10. ما وراء الطبيعه اجمل مسلسل نزل على المنصات. اسماء من اجمل الفيلم ممكن تشوفها. زي النهارده من احلى الافلام ممكن تشوفها. فيلم لا مؤاخذه عظيم بمعنى الكلمه، حقيقي فعلا اعماله كلها جميله جدا. من افضل المخرجين. لو شاف الحلقه استمر انت حرفيا بتعمل عظمه. ونروح للمركز الرابع. رابع افضل مخرج بالنسبه لي هو احمد نادر جلال. واعتقد انا شخصيا مختلف صراحه عن المركز ده. احمد نادر جلال من المخرجين التقال جدا واللي بحب اعمالهم جدا. اعماله مش ليفل التوب بس اعماله كتير جدا وكتير حلوه. عارف انت اللي هو ايه، انا مش هنزل لك فيلم 10/10 9/10، هنزل لك فيلم 7 و8 وهتحب الفيلم بس كتير بقى، اللي هو خد بتاع 30 فيلم. فصراحه كثره الاعمال اللي عملها لا يا جماعه الراجل ده لازم يبقى موجود معانا. اعماله مفيش اعمال اللي هي الخرافيه بس اعماله كلها جميله، ومش فيلم ولا 2 3 و4 ولا حتى 10، لا كتير فعلا. وكان من ابرز اعماله فيلم في محطه مصر، وخارج على القانون، والجيل الرابع، وابو علي، وكده رضا، والف مبروك، والعنكبوت، واحد من الناس، وفاصل ونعود، وبني ادم، وعايز حقي. حرفيا عظمه على عظمه. كميه افلام كتير مش عايز اقولها كلها، انا ذكرت ابرزهم بس، واللي فيه من ضمنهم 3 4 افلام كده توب فعلا. يعني فاهم كده رضا من التوب لاحمد حلمي، فاصل ونعود وخارج على القانون من التوب كريم عبد العزيز، عايز حقي من التوب هاني رمزي. حقيقي فعلا عامل اعمال برضو ايه، عشان الناس ما تفهمش غلط، هو مش اعماله اللي هو بقول لك وسط او حلوه وكتير، ده مش معناه ان هو ما عملش حاجات تقيله، لا عمل حاجات تقيله اللي هم كده رضا، والف مبروك، وخارج على القانون، وعلي، وفاصل ونعود. فحرفيا مخرج عظيم وكان لسه موجود معانا في القائمه دي. ونروح المركز الثالث والتوب 3. في المركز الثالث المخرجه ساندرا نشأت. من اجمل المخرجين اللي شفتهم في حياتي. مخرجه عظيمه بمعنى الكلمه. ما بتنزلش اعمال كتير بس حرفيا قادره تقنعك بفيلم واحد. لا دي فعلا من افضل المخرجين اللي ممكن تشوفها. يعني يكفي اقول لك ساندرا نشأت اخرجت فيلم ملاك اسكندريه. انا هعمل قائمه افضل 10 افلام في الالفيه الجديده، غالبا احط ملاك اسكندريه من التوب 5. فانت عملتي فيلم من الافضل 5 افلام في اخر 20 25 سنه. انت فاهم الفكره؟ حاجه مش طبيعيه صراحه. واللي كان ابرز اعمالها ملاك اسكندريه، والمصلحه، ومسكون ترانسيت، والرهينه، والراقصه، والسياسي. مخرجه جميله بمعنى الكلمه، كان لازم تبقى موجوده في القائمه دي. الافلام اللي عملتها اثرت فعلا، الافلام اللي عملتها من التوب فعلا. مسجون ترانسيت من اعظم الافلام اللي شفتها في اخر 20 سنه. المصلحه من اجمل الافلام اللي شفتها في اخر 20 سنه. ملاك اسكندريه من اجمل الافلام اللي شفتها في اخر 20 سنه. فاهم الفكره؟ فاللي هو انا لو هعمل قائمه افضل 20 فيلم شفتهم في الالفيه الجديده، غالبا احط افلام ساندرا نشأت كلها باستثناء فيلم ولا فيلمين. فكان لازم تبقى موجود معانا في القائمه دي صراحه. حته بقى ما تستاهل مركز ثالث، مركز رابع او خامس، ويستحق مثلا محمد خان وعامر سلامه مرتبه اعلى منها، مش عارف صراحه. بس هي فعلا في الليفل ده بالنسبه لي. اعمالها اثرت كتير جدا بالنسبه لي، اعمالها فعلا عظيمه، واتمنى ان هي ترجع تنزل افلام كتير. نروح للمركز الثاني. تاني افضل مخرج في التاريخ بالنسبه لي، من افضل المخرجين اللي شفتهم في حياتي حتى لو قارنته بمخرجين عالميين. مخرج عالمي بمعنى الكلمه. اي نعم بعض الاعمال ليه بتقلش، بس الاعمال اللي نجحت ليه، الاعمال العظيمه ليه، لا ده مش مجرد فيلم عظيم وخلاص، ده من الافضل في تاريخ السينما عامه. في الاخر 100 سنه في تاريخ السينما هتحط اعمال ليه بدون تاكيد. المخرج الاسطوري والعالمي شريف عرفة. اكتر مخرج كان نفسي اديله المرتبه الاولى، بس حرفيا برضو المرتبه الاولى تقيل قوي. يعني فاهم، الاثنين صراحه عظمه على عظمه. عارف انت اللي هو ايه، شريف عرفة ما يستحقش مرتبه ثانيه، شريف عرفة يستحق مرتبه اولى. في نفس الوقت المركز الاول لا يستحق مرتبه اولى. طب مين فيهم؟ فعلا كانت صعبه. ومن ابرز اعمال شريف عرفة عد يا معلم: الجريمه، الكنز الجزء الاول والجزء الثاني، الممر، الجزيره الجزء الاول والجزء الثاني، اكس لارج، ولاد العم، فول الصين العظيم، مافيا، الناظر، عبود على الحدود، النوم في العسل. بس بقى عظمه اعماله مع عادل امام: طيور ظلام، المنسي، الارهاب والكبائر، اللي هم دول افضل 3 افلام في تاريخ عادل امام اصلا، صباح الفل، واللعب مع الكبار. انت متخيل معنى كلمه شريف عرفة؟ الراجل فيه 4 اعمال عملهم، الراجل فيه 4 اعمال تقال جدا عملهم مع عادل امام، دول افضل 4 اعمال في تاريخه اصلا. عادل امام اللي عمل اكتر من 250 عمل، فاهم الفكره؟ اكتر من 200 فيلم، بطوله مطلقه. لو هنقول اعلى 3 افلام ليه، الثلاثه لشريف عرفة. فالموضوع شريف عرفة تاني افضل مخرج في التاريخ بالنسبه لي، مش من فراغ يا جماعه. روح لمحمد سعد.
اجمل فيلمين عملهم في تاريخه ايه؟ الكنز الجزء الاول والجزء الثاني، اخراج شريف عرفة. الفكره ان هو فعلا ما سابش ممثل وغير عمل معاه يا اما اعمال من الافضل في تاريخه يا اما الافضل في تاريخه. يعني فاهم، حرفيا بدون مبالغه يكفي الاربع خمس افلام اللي عملهم مع عادل امام اللي هم التوب. فاهم الفكره؟ يعني طيور الظلام، المنسي، الارهاب والكباب، خلاص كده انا اقتنعت، انا مش محتاج حاجه تاني. الارهاب والكباب لوحده يكفي. عمل مع عز الجريمه من التوب فايف لاحمد عز. عمل مع هنيدي فول الصين العظيم من التوب فايف لهنيدي. عمل مع السقا الجزيره الجزء الاول والجزء الثاني من التوب 3 للسقا. عمل مع حلمي اكس لارج من افضل افلام احمد حلمي. عمل مع كريم عبد العزيز فيلم ولاد العم من اجمل افلام كريم عبد العزيز. وعمل مع علاء ولي الدين ناظر وعبود على الحدود من افضل افلام علاء ولي الدين، ان لم يكن افضل فيلم اللي هو الناظر. فيلم الناظر من افضل الافلام اللي نزلت في الالفيه الجديده ان لم يكن افضلهم. حرفيا الراجل، يعني احنا هخش عند اي ممثل هتجيب التوب ليه، شريف عرفة موجود. فاهم الفكره؟ التوب فايف بالذات هتلاقي شريف عرفة ليه مركز او مركزين، وعند عادل امام وغالبا واخد التوب فايف كلهم. فشريف عرفة من الافضل في التاريخ، ده شيء طبيعي، ده العادي يا جماعه. ونروح للمركز الاول، اجمل مخرج في التاريخ، افضل مخرج في تاريخ السينما المصريه. المخرج الوحيد اللي فعلا ايا كان العمل اللي هينزله انا هدفع حق التذكره ايا يكن سعرها، من اجل انا ضامن ان الفيلم ده مش مجرد فيلم وخلاص، فيلم هيبقى من الافضل في تاريخ السينما. فاهم الفكره؟ النقطه دي ما وصلتش معايا مع مخرج غير هو بس. يعني حتى شريف عرفة بالعظمه لو قلتها دي كلها، لا، شريف عرفة لو هيعمل فيلم انا متردد سيكا، لان اخر اعماله مش افضل حاجه. كان الانس والنمس تقريبا مع محمد هنيدي، فده فيلم سيء. فاهم الفكره؟ شريف عرفة عمل حاجات بومينج وعمل حاجات تقيله وعمل حاجات كتيره جدا، بس برضه ليه اعمال سيئه. لكن ده بدون مبالغه الافضل في تاريخ السينما المصريه بالنسبه لي كمخرج. الاسطوري والعالمي الاجمل والاروع مروان حامد. بس خلاص كده، يعني حرفيا مش محتاج ان انا اتكلم، الصوره اللي ظاهره قدامك وربنا دي لوحدها تكفي. مجرد اسم مروان حامد على اي بوستر فيلم انت ضامن ان الفيلم من الافضل في تاريخ السينما المصريه. انت متخيل؟ حرفيا مفيش غير فيلم الاصليين ده اللي ما كانش عاجبني قوي، وفي ناس ثانيه كان شايفاه برضه من ضمن الافضل. بس يعني حتى فيلم الاصليين، هل هو فيلم سيء؟ لا. هل هو فيلم عادي؟ لا، ده بالعكس، ده فيلم حلو. فاهم الفكره؟ ومروان حامد افلامه كلها توب و10 على 10، باستثناء فيلم الاصليين 8 من 10 و7 ونص. فاهم الفكره؟ انت متخيل فيلم مخرج ما نزلش غير غالبا 7 افلام او 8 افلام، تنزل 8 من ضمنهم 7 من الافضل في تاريخ السينما بالنسبه لي؟ مش طبيعي. افضل 10 افلام في الالفيه الجديده غالبا هحط افلام مروان حامد كلها. انت متخيل؟ حرفيا بدون مبالغه لو القايمه دي افضل 15 او افضل 20 فيلم في اخر 25 سنه، والله بدون مبالغه هحط افلام مروان حامد كلها باستثناء الاصليين. بس اعماله مش طبيعيه، مش طبيعيه، مختلفه وبتنزل في توقيت مقارنه باللي حواليه. يا نهار ابيض! شفت انت اللي هو ايه لما تلاقي 10 تنفار مثلا لابسين اسود وواحد لابس ابيض، هتلاقيه ملفت للنظر، هو الوحيد اللي معلم في وسطهم كلهم. في 2014 نزل فيلم الفيل الازرق الجزء الاول. مختلف ايه ده من افضل الافلام في تاريخ السينما المصريه بالنسبه لي. يغيب سنين ويرجع بفيلم تراب الماس، يا نهار ابيض، من اجمل الافلام اللي ممكن تشوفها في حياتك. يغيب سنه ولا سنتين، السنه اللي بعديها تلاقيه نازل فيلم الاصليين، فيلم حلو جدا. بعديها نزل لك فيلم الفيل الازرق الجزء الثاني، اجمل فيلم في اخر 5 سنين او اخر 6 سنين في السينما المصريه. مش طبيعي، مش طبيعي يا جماعه. ارجع ورا بقى وقبل 2014 ابراهيم الابيض، عمارة يعقوبيان. حرفيا بدون مبالغه مروان حامد اجمل مخرج شفته في حياتي. 7 اعمال بس يقدر يقنعك، يقدر يخليك بعد ما تتفرج عليهم كلهم تقول ده فعلا افضل مخرج في تاريخ السينما المصريه بالنسبه لي. ابراهيم الابيض، في الازرق الجزء الاول، في الازرق الجزء الثاني، تراب الماس، والاصليين، وعمارة يعقوبيان، وكيرة والجن. انك تنزل 7 اعمال 6 منهم حرفيا لو لقيت حد مدي ال6 كلهم 10 من 10، مش هقول الراجل ده بيأفور. ال6 افلام يستحقوا فعلا تقييم 10 من 10. فدي النقطه، دي التكايه بتاعت ان مروان حامد مش بينزل فيلم وحش، مش بينزل فيلم سيء، مش بينزل فيلم عادي. يا هينزل فيلم جيد وجيد جدا، يا اما هينزل فيلم من الافضل في التاريخ. ولولا فيلم الاصليين حرفيا مروان حامد كل ما بينزل فيلم ده من الافضل في التاريخ، الفيلم اللي بعده من الافضل في التاريخ، الفيلم من الافضل في التاريخ. روح لحلقه افضل 10 افلام في تاريخ كريم عبد العزيز، شوف المركز الاول
اديت المركز الاول للفيل الازرق مروان حامد. روح لحلقه السقا هتلاقي المركز الاول ولا الثاني مروان حامد. روح لحلقه اسر ياسين هتلاقي المركز الاول مروان حامد. روح لعادل امام هتلاقي من التوب ليه مروان حامد. روح لاحمد عز من التوب ليه مروان حامد. حرفيا بدون مبالغه الراجل وصل لمرحله باستثناء الاصليين اي فيلم بينزله من الافضل في التاريخ. فاهم الفكره؟ فان يوصل للليفل ده بكل تاكيد افضل مخرج شفته في حياتي. وسؤال الحلقه ايه افضل مخرج بالنسبه لك في ال10 مخرجين اللي انا قلتهم؟ وبس كده. لو عجبك الحلقه شارك بالاشتراك وسلام.